لمحبي الوصفات السهلة والاقتصادية جبت لكم حبيباتي اليوم هذا المسكوتشو راح يجيكم بزاف طالع وبزاف بنين. يعني وصفة اقتصادية وبزاف بنينة ومقاديرها في كل بيت، يعني غير النوضي برك الفحلة. هذه الوصفة يعني تقدري ديريها لفطور الصباح ولا حتى قهوة العشية. صدقوني البنات راح تجي من أروع ما يكون، كما راكم تشوفوا البنات يعني راهي طالعة ما شاء الله وتجيكم بزاف خفيفة. السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفة جديدة من وصفاتي. إن شاء الله تلقاكم كامل بخير وبصحة جيدة وانتم تشاهدوا في هذا الفيديو. ما تنساوش اطلعونا الفيديو بالجيم تاعكم وتخليونا هذاك التعليق باش يزيد يحفزنا باش نزيدو نحطوا وصفات أكثر فأكثر. راح نبداو في الوصفة أو طريقة التحضير، ونقول لكم حبيباتي راح نبداو بالصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. كما راكم تشوفوا البنات في هذا الريسيبي وحطيت 3 حبيبات نتاع البيض وحطيت معاهم حطيت معاهم مغرفه كبيره نتاع لافاني مع مغرفه كبيره تاع مبشور البرتقال. يعني اللي عندكم اذا كان عندكم يعني مبشور تاع الليمون حطوه، انا كان عندي غير هذا المبشور تاع البرتقال حطيته مع كاس تاع السكر، وزدت لهم ثاني رشه الملح لتعديل الذوق. ما تنسوهاش البنات لانه راح يجي يعدل لكم الذوق نتاع الكيكه تاعكم ويجيكم بزاف هايل. هنا حبيباتي كنت يعني بعد ما خلطت الخليط نتاعي ضفت نص كاس نتاع الزيت. ديما ديروا البنات يعني الزيت قل من السكر ومن الحليب. هنا حبيباتي ضفت كاس تاع الحليب، كان فيه يعني كاس ناقص اصبع نتاع الحليب ونفس الكميه نتاع السكر، ثاني كاس تاع السكر ناقص اصبع. الكاس اللي راهي نخدم به هذا الكاس تاع وليد، يعني اللي قرفت 220 مليلتر او ملي. هنا حبيباتي بعد ما كملت الخليط نتاعي ضفت الكاس اللي هو تاع الفرينه، وراح نزيد نضيف 2 ساشيات تاع الخميره الكيميائيه كما راكم تشوفوا. يعني الطريقه راهي سهله ورايحين تتحصلوا على اروع كيك كما قلت لكم البنات، يجيكم طالع ويجيكم مهوي وخفيف. صدقوني البنات يعني هذه الوصفه يعني وصفه هايله وبزاف بنينه. ويعني كما قلت لكم هذه الوصفه راهي يعني راح تجيكم وصفة عائلية. يعني إذا كانت عندكم يعني العائلة تاعكم كبيرة. أنا كنت درتها يعني لأختي كانت ضيفة عندي، درتها في فطور تاع الصباح، نص الصباح بكري، ووجدتها قبل ما تنوض ووجدتها وفطرنا بها. هنا حبيباتي زدت ضفت لها الكاس الثاني تاع الفرينه، وما تنساوش المغرفه نتاع الخل. المغرفه تاع الخل هذيك عندها دور كبير في هذا المسكوتشو، راح تعطي لها خفه وهذا السر نتاع الكيكه تاعنا او المسكوتشو تاعنا، راح يجينا طالع ويجينا مهوي من داخل. كما راكم تشوفوا البنات انا بعد ما ضفت هذاك الكاس الثاني كما راكم تشوفوا خلطته مليح يعني كما راكم تشوفوا هبط كامل هذوك الزوائد من على الحواشي نتاع البول نتاعي او الريسيبيو تاعي. وهنا كنت موجده السنيوه تاعي اللي كنت فرجت لها ورق الطهي. يعني هذا السنيوه بعد راح نعطي لكم او نحط لكم القطر نتاعها في صندوق الوصف. كما راكم تشوفوا البنات درت لها هذوك الخطوط في الوسط وخبطتها كما راكم تشوفوا خبطه ولا 2 او مره ولا 2 وحطيتها طابت. وهذه هي النتيجه اللي تحصلت عليها بعد ما طابت الكيكه تاعنا. حنا البنات ما تقولوش بلي راهي محروقه لانه طابت شويه بزياده. يعني جات يعني ما شاء الله. هنا راح نقلبها معكم. حطيت هذاك الشبك وقلبت الكيكه تاعي كما راكم تشوفوا. شوفوا البنات هنا بعد ما نحيت لها ورقه الطهي راح نقلب الكيكه تاعي او المسكوتشو تاعي وراح نزينه معكم. واش نقول لكم البنات هنا طريقه التزيين كل واحد والمقدور نتاعو وكل واحد واش عنده. انا راح ندهنها كامل بالمعجون نتاع المشماش اللي كنت هذا المعجون اللي كنت يعني خدمته من قبل وحطيته في القناه. دهنته بهذا الطريقه وراح ندير لها كميه تاع الكاوكاو اللي راح نزين بها الكيكه نتاعنا. راح تعطينا واحد المنظر وتجي بزاف بنينه.
ويجي المنظر تاعها بزاف راقي. هاد الانواع نتاع الموسكوتشو راح يعني توالم بزاف النجاحات تاع وليداتكم اللي مازالت ما دارتش الحفله نتاع وليداتها اللي نجحوا في الباك. نقول لكم حبيباتي هذه الوصفه راح توالم بزاف النجاحات تاعكم. مهم ديروها يعني حاجه زايده في الطابله تاعكم. وبهذه المناسبه ثاني يعني الولد خويا نقول له الف مبروك على النجاح نتاعو تاع شهاده البكالوريا. نجح في شهاده البكالوريا يعني ما شاء الله. نقول له الف مبروك وواصل ومع العقوبه ان شاء الله نجحت اكثر واكثر ومستقبلا ان شاء الله. ان شاء الله يعني كل مره تنجح وكل مره تكون والله يا البنات غير راحت لي الهضره. المهم حبيباتي هذه هي الكيكه تاعنا او المسكوتشو تاعنا اللي زينته معكم بهذه الطريقه. يعني التزيين تاع حاجه بزاف هايل. انتم لكم الاختيار يعني كل واحد والمقدور تاعو كل واحد يعني وكيفاه يحب يزينها. كاين اللي غير يحب يرش لها يعني غير رشه خفيفه تاع السكر كلاسي وراح تكون حاضره معكم. هنايا باش نكسر هذاك اللون تاع الكاوكاو وهذاك المعجون درت لها رشه خفيفه نتاع السكر كلاصي. وهذه هي الموسكوتشو نتاعنا كيفاش جانا من اروع ما يكون. راح نقسمها على طريقتي. انا حبيت نقسمها بهذا الشكل يعني نقسمها كامله باش تشوفوها من داخل كيفاه جات وكيفاه جات طالعه وكيفاه جات هشوشه جات ما شاء الله. واش نقول لكم البنات يعني غير جربوا هذا الوصفه مش رايحين تندموا على النتيجه. راح تبهركم النتيجه بالخصوص للمبتدئات ولا اللي ما فدير الكيك وما يصلح لهاش. جربي هذه الوصفه يعني تفرجي الفيديو خطوه بخطوه وطبقيها كما راهي مش راح يعني انا ما زدت فيها حتى حاجه زياده ولا ثانيه ولا تجي في بالكم باللي راني كش ما نزيد زياده هكذا في الكواليس. راني نصور لكم كل شيء ونحط لكم بالتفصيل. هذه هي المسكوتشو تاعنا من بعد ما وجدت معنا. شوفوا البنات كي قسمتها لكم باش تشوفوها كيفاه جات من داخل. واش نقول لكم البنات نقول لكم فرجه ممتعه وما تنساوش كما قلت لكم تحطوا لي جيم للفيديو. واللي ما اشتركتش معنا نقول لك حبيبي حبيبتي غير ديري اشتراك وفعلي لي هذاك الجرس باش يلحقوك جديد ووصفاتي. وما تنساوش حبيباتي تخليونا هذاك التعليق المحفز باش نزيد نحط لكم اكثر فاكثر. هذه هي المسكوتشو تاعنا ونقول لكم حبيباتي فرجه ممتعه.